إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا من أنبيائه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الكهف مبل 16 كفال كنقصلينا تطوبلنا زنبرنا خانئي بزعبا اتي آية زقلت ولا يشرك في حكمه أحد زبل بزعبو انتي مالت كم مخانو قليسنا ينيرنا الله سبحانه وتعالى اتي نهاتو حكم اتنهاتو جزءات أب الدنيا ما نم كافلو ويدما ما نم كم خجبر كم زي خيل دحار اتي الدنيا زفطورون كل نجر الله سبحانه وتعالى زسخرون دما بتناتو أحكام زوردلنا بتشريعنا هاتو تجزئنا وبؤوخ كيد كم زلنا إلنا جلسنا تطوبلنا نيرنا دحر كأن ذا أمة محمد زئة كتستخاخل اندحر كوينا اندحر ندقنا كم تزنبرتو خام جمريا طبق من قد حيزو خيد نبر أمة محمد كن ملس اندحر دلينا ناي قد النافتو ناي مجمريا خن ملس هلنا كم زو علماء زبلوه ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها كم زبلوه مالتهم مخنياتو اتي مجمريا زستخاخلا أحكام ويمن قدي اتي شريعات حكم كون زخونة نسو اندقنا حجها أخمل سازقال كن ملس ندحر كوينا نافت ربز دلينا بوتا خن ملس ندحر دلينا نافت دينا خن ملس هلنا قرآن كن فلت ألنا قرآن كن رد ألنا قرآن انتاي خبانا زدلي خن فلت ألنا ولذلك كابو تختيلنا دما بتي رب العالمين زبلنا نسر خبوكم يعودك بوكم اندحر تختيلكم ازي قرآن ازي أحكام ازي خيتكم سلزبلنا رب خاء طبعا اندحريلو كم زقورو كلنا نفلتنا قنت حالة أمة محمد حجز الله تو أبحما كناتات بتي حزلا كاب كتاب الله سبحانه وتعالى كاب قرآن كاب سنان كاب تدين سلزر حقنا إنامبر كالا يكونن مالتيو. ولذلك ما نم دعوة وما نم من قدي وما نم حقي جيزاوي ديو زمناوي ديو نايك كلتشحن كلتشح كفل زمن ديو نايقل تباهلو ما نم نعنا يتغمنا نعنا يتغمنا يكونن انتاي دعا لك عبة قرآن اندحر كيدنا مزخونة كفل زمن سلز خيد قرآن نسو اندحر تمليسنا حيزنايو كل نقرب العالمين كخفتلنايو مالتيو قالوا علوم كاي كلكلناني طبعا جزاو زخونه علوم كنتقمن كنوسدن ناي قدنا يكون لانه علم يخبها كله ني حدا سب يكونن حدا سب زمصون كله انسانيه يعني دق سبات كله سلازخونه كنتقم نخلينا جن اب قدامنت جن نخنبصح تخوينا جن ناي قدن دينا خنملسلنا مالتي ربي بسلام رب العالمين يعني ردا سليما غيرنا تدينا يملسنا آمين. دحريوتا آية 20 شوعة تنزل قصلا مالتيو واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا تبل مالتيا آية بال20 شوعة قلت لنا تفسير كأني قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا كالنتيجة لقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني إذا كان لا يشرك في حكمه أحدا فاتلوا ما أوحي إليك، يعني فقوله واتلوا يعني يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية. أما التلاوة اللفظية فظاهر تقول فلان تلا علي سورة الفاتحة، والتلاوة الحكيمة العملية أن تعمل بالقرآن، فإذا عملت به فقد تلوته أي تبعته. ولهذا نقول في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يشمل التلاوة اللفظية والحكمية والخطاب في قوله تعالى واتلو
للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اعلم أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى 3 أقسام. كنقلت أين حج مالتيو انت إزبل زلو الله سبحانه وتعالى أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك قبل كله كم معنوه ترجمه كم زي ولا يشرك في حكمه أحدا تبل آيات قلتنا يا كم يحدث نهاتو نتيجة ويتترجمه، يعني إذا كان لا يشرك في حكمه أحدا يعني أبتنهاتو جزءات ويفتنهاتو الشرك زي جبر ندحر كوينو فتلو ما أوحي إليك دم أنبب يعني تتبه الكايو نجر مالتي ما أوحي إليك رب العالمين وحي زورد له مالتي، فقوله وتلو يعني تلاوة مالتي من باب مالتي مقرأ مالتي، ويشمل التلاوة له تلاوة دمان انت إذا أتو اللفظية والتلاوة العملية، يعني بقال زبها تلاوة زقبر زنبابن عب تكبر زوع لنكا كل التنقر زحزيو. أما التلاوة اللفظية فظاهر له التلاوة لفظية قال تنبوبة مالتي سخان أبنت تلاوة تقبرك لها وتلاوة نقبرك لنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلنا ننبب إذا تلاوة لفظية قرئنا يوم مالتي لفظ بقالة وطينا يوم مالتي دحرئو ترجموا دما تي معناها خاني الحكمية خاني تي سورة الفاتحة ترجموا فلتنا خا أبتكبرك نوعلو خلنا خاني انت يبهل، والتلاوة الحكمية العملية يبهل أبتكبر مو عليه يعني كل التنقر زلو تيورين براكتيكين مالتي بحصيرو تيوري تقرأ مالتيو اتي أبتكبر توعلو خا اتو حكم شرعي تربز أزوزة أبتكبرك نوعلو خلنا مالتيو أن تعمل بالقرآن بقرآن زبلنا كنكيد كلنا مالتيو، فإذا عملت به فقد تلوته أي تبعته، يعني ندحر غير كايو دما أبتكبر ندحر وعلنا يو تلاوة غيرنا يلنا أبتكبر وعلنا يلنا كل تيو تحيزنا يلنا مالتيو، مخنياتو بزح سب انتي مسلو خوني خيل قرآن سئلك تقرأه تحفظه توديه وترجمه خيف فلتك أبتكبرك وعلك أي كونن قرآن مالت يعني شريعة مالتيو شريعة حياة، يعني هوت كاب بسم الله توليدا سجاب أبرأتيا سجاب حساب سجاب عقاب سجاب جنة وينار إذا كله زمت زنجرنا قرآنيو يعني وحي كاب رب زورد قالنا يا ربي بينو طبعا كن رديوين خلينا إلا بسنة مسؤول مالتيو قرآن سنان كلتي أن قلنا لك حمزة لا إله إلا الله محمد رسول الله قلنا زخدا كل جزء قرآن سنان كأخمين أي فلا ليان ولهذا نقول في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة تيوم زقرؤ قرآن سي الذين يتلون زقرؤ مالتهم كتاب الله قرآن مالتي كتابنا يا ربي مصحفنا يا ربي قرآن زورد مالتي دحريوهن تايمت وأقاموا الصلاة صلاة كعا أبتكبر يسجدوا يعلو مالتهم، يشمل التلاوة اللفظية تلاوة قرآن بقال خون، والحكمية تي حكم خاني، والخطاب في قوله تعالى إذي رسول الله عليه وسلم كعا استأذاز من يتباهلوا واتلو ما أوحي إليك محمد صلى الله عليه وسلم لنبينا هنا مالتيو رب تايلوا واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، حجي واتلو خبها الكله نرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اعلم أن الخطاب أبنت علماء كنا نقول أحكام كم تقولنا خلوه كم كافتو قانقوا ترديهم كافتنا أمرنا رب العالمين ترديهم كافتنا رسول صلى الله عليه وسلم ترديهم كابو يفلاليو يزرزروا مالتي بتاتنوا حجي تي خطابنا أبنت حجي نرسول صلى الله عليه وسلم أنبب تباهلو واتلو يعني قرأ لهم تباهي الرسول صلى الله عليه وسلم حجي ناي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم خون كله خطاب كأ أبسلسته كفال يخون ينقسم إلى 3 أقسام 3 عينة يخون مالتي إذا خا كنفلت أجيب أنا قدام يلو ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به، يعني قالوا أحكام له إتي الرسول صلى الله عليه وسلم جبر تبهله نعود رأي بس نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نخالق سب زي أتولو مالتي حده قال أيكا ما دل الدليل أنه العموم للعموم فهو للعموم حدا دليل كأني بحافش عزقلت مالتي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ترى زي كونس نخلو زي أتولو مالتي زي قال أي مالتي سالساي كأ ما يحتمل الأمرين فقيل إنه عام وقيل إنه خاص وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها سالسايك أنت يتباهلوا
عام يعني خاص نعو خون خليو ويدما نخلو تبهل خون خليو وينخلو وينعو ويسبيشال نرسو عليه السلام وينخلو ما يحتمل الأمرين كلتيو زخيد حكم كلتيو زتقال الحكم اندحر كوينو انتهي يخون اللزمالتيو إنه خاص وتتبعه فقيل إنه عام وقيل إنه خاص يعني عام نخل سب خون خليو ويدما سبيشال نعو اندحر كوينو وتتبعه الأمة أمة محمد تخطلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا الخطاب لا بمقتضى هذا الخطاب ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها يعني قبروة تبهلنا عن أمة زي كونس انتهي دقا نرسول صلى الله عليه وسلم اقرو تختلنا سلنخيد بتزقبرون بتزبولن سلنخيد نحناها أخمت نسوس قبروه نقبر كلنا نهاتو تختلنا مالتيو فمثال الأول يلون مثالي حجي نتنك قداميتي خاص سبيشالي نرسل تبهلت مالتها انت الذي دل الدليل على أنه خاص به قوله تعالى قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك أبزي سورة الشرح قصر حدا ألم نشرح لك صدرك حجي نمن هذه أتبهلا فهذا لا شك أنه خاص به الرسول صلى الله عليه وسلم سبيشالي تبهله من تاي أبو نعوي أوريدا وكذلك قوله تعالى ألم يجدك يتيما فأوى مش يتيم نركع رب العالمين كأويك إذا خارج برضو فهو خاص به يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا آية زخمانه إذا أترك قدامي مثال مالتها قال أيتي مثال خاني نتاني قال أيتي ما دل عموم نخلو زت أقال لي مثال الثاني الذي دل على أنه عام قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة بسورة الطلاق نيفتح سورة بل إذا أخاني نخلاتنا نؤمن نخلو حكم كم إذن يا أيها النبي وعزله لكن إذا طلقتم جماعة نخلكم طلقتم أنستكم دحر فتحكم من فطلقوهن لعدتهن تفتحوهم كلهم عدانات رئيكم أب بريد ينزلوا ترين ينزلوا الرجاجيكم فتحون وأحصل عدة تمعلت خان فقاديكم زبل إذين بملو أمة مالت للجماعة وهم الأمة ولكن الله سبحانه وتعالى نادى زعيمها ورسولها لأنهم تابعون له من تايو أيها النبي لتصوع خلقن مراحي ناس لزخونه حلافي ناس لزخونه إمام ناس لزخونه رسول الله عليه وسلم نعود تصويع مالتي لكن تحكم نخلاتنا أيو نكل أمة مالتي زخونه سبأيك فتحن كله سبيتو راي جدا إذا شروط إذي كمال الله ومالتي لكن الله سبحانه وتعالى نادى بزعيمها بتنهت زعيم يا أيها النبي إذا طلقتم يعني إذن الخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة يعني إتا حكم للنبي وانت آيات ولا وكل أمة محمد كآيات ولا ومثال ما يحتمل الأمرين كأ كلت تانا يسال سيتم السالة زبلنا يا دماء كلت ترجم ذهبت واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لكن قد يقول قائل إن هذه الآية فيها قرينة قد تدل على أنه خاص به كما سنذكره إن شاء الله ولكن الأمثلة على هذا كثيرة والصواب أن الخطاب للأمة ولكن وجه لزعيمها وأسوتها لأنه الخطابات إنما توجه للرؤساء والمتبوعين وقوله ما أوحي إليك من كتاب ربك يعني حجي إذا أتخساسل سيت زبلنا يا مالتيو كلتي ترجم تحز مالتي انتقلوا واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك إذا معنى زئة يعني نرسل رأيا زبل مالتي بتقرينا ويبتي مسؤول زملاخت نجرله ويكأني نؤم خلو مهناتو ولا قد أني برسول يجلس يتصوع عنبر واتلو ما أوحي إليك قوم دا يخون عنبر تي صوابسي أن الخطاب للأمة تي حكم ويتي خطاب مالت تي حكم مالتي خطاب ما تصوعته نؤم خليو جن بمراحئان بحلافئان بزعيمان بأسوتان يتصوع على أن الخطابات إنما توجه للرؤساء والمتبوعين خطاب خون كله متصوعته خون كله وأمر خون كله خاب ربي بترئيسين بتم تختلتني زخون دحريو قتيلو وقوله ما أوحي إليك من كتاب ربك خاء انتهي هو القرآن وفيه إضافة الرب طبعا زي آية زخاني ما أوحي إليك من كتاب ربك هو القرآن الكريم مالتيو وفي إضافة الرب يعني من كتاب ربك إضافة جيروزولو كتاب ربك خوين زولو إضافة مالتيو إلى الرسول عليه السلام الرسول مالتيو
دليل على أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عنايته به. يعني إتي كل وحي زورد الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كابتنا ربي من كبخاب سلزخونه عناية تمام عنايته به برسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لا مبدل لكلماته يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته لا الكونية ولا الشرعية. أما الكونية فواضح لا أحد يستطيع أن يبدلها. فإذا الله سبحانه وتعالى قال كن في أمر كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله. حجي الله سبحانه وتعالى قد سئلوا تآيان كم تزقلسنا مالتيو واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك قد سئل لا مبدل لكلماته يعني من نمسب إذي كلماتنا رب مالتيو غير زخل سبيل. وقوله لا مبدل لكلماته يعني لا أحد ولا حد سب يستطيع أن يبدل كلماته. إذا قالت يرأي كلنيو لا الكونية ولا الشرعية. كونية مالت أبتي يونيفرشم زلو مالتي أبنت سماي دي غير زخل ما يموقع دي غير زخل مريد دي غير زخل كل رب زخل قسم ما نمك يرأي كلنيو. فواضح يعني إذا فلوت مالتيو انتهي دقا كن رب العالمين دحريلوه سلازخون مالتيو ما نمكم السيخالينو. أما الشرعية فلا أحد يستطيع شرعا أن يبدلها. شرعية خاني تي تغيير ويغير زخل أي كيلني غير مالتيو. والنفي هنا ليس نفيا للوجود ولكن النفي هنا للإمكان الشرعي. فلا أحد يستطيع شرعا أن يبدل كلمات الله الشرعية. فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله. فلو قال قائل وجدنا من يبدل كلام الله فإن الله أشار إلى هذا في قوله تعالى في الأعراب قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. قلنا هذا تبديل شرعي والتبديل الشرعي قد يقع من البشر فيحرفون الكلام عن مواضعه ويفسرون كلام الله بما لا يريده الله. ومن ذلك جميع المعطلة لصفات الله عز وجل أو لبعدها من بدلوا كلام الله. حجي بزعبة أتم زربا ناي ربي يريدو أي يغيرون لا مبدل لكلماته لرب العالمين مش ولا حدا سبك يرأي كإلني ولا تناي تفطروا بملؤ ناي عالم مالتيو أب الدنيا زلو كله ولا أبت الشرعي خان إذا ورد القرآن أبنت ما نم كبدلو كغيرو تبديل كجبرة مالتيو كبدلو يعني تبديل بعرب مالته تبديل مالت تغيير مالتيو خيرو أي كإلني ولا حدا سب شرعنا يا رب زوردو كلام الله سبحانه وتعالى ما نم سبك غيرو أي كإلني. لكن كحرفو سبدي يخيل زي كونه معنا دو خامت قولي خيل كفسروا خلو خمد الله يوم كفسروا زخلو سبات اللو ده قوة زي تحريفي زبها المبر كغيروا أي كلن يوم يعني كالا حدش قلمت يوم وين سق بلوي معناه غيروا أي كلن يوم لأنه غيروا تزخلون يوم قدم وكان دو حجة عربية أتبعوا زي خيل سبسي توم وكان دو عجم قدفوهم عرب زي قام زي كونه ولا توم عرب كمان حدشكم تسوي كلنهم اتهم كندي قرآن كوردن كله إذا قرآن كورد كله دايركت زرد زنبرة معنا نهاتو يعني تفسير يدليهم ولا قلي يدليهم تقال ترجمة إكزاكت زرد وازن برسبات كمان غيروا يقالون كم تيقالون يعني كم زي إعجاز زي قرآن زوردكو بعربية أفتوان تخورد كله عربية الرسول عليه السلام كل آخر كله أمكة أب حجاز أب عاد عرب بملو تعابي هفتو من عابي معبال زنبرة تعدم أفتوان تقانقاي قانق عربية إنهم بو يوم زوادا دورو نيرو حتى شوق نيروم سوق عكاز بهالسب قد أماي كيدوم يقدمو يعني فلسفي نيرم بتقانق أنسو ده حركة الأي كأني إتي حضارة أفتوان تنبرنا قانق حضارة إنيرو والله سبحانه وتعالى أبتينا هاتهم زوادا درولو زنبرو قانقايو عوريدو لهم مالتي سلازي دايركت يردو نيرم حنت شقراي نبرو من أي واحد يعني قرآن سميعو ترجموا معنوه على طول يرد نيرو مالتي نعنا جن كم تفسير كن أطول لنا أنت أي ترجموا كلمات كن فلت لنا كن دي حلف كأخات معنا تبصحوا مالتي الساعتهم جن دايركت فلت ونيرم مغنياتو إزي إعجاز نرسول صلى الله عليه وسلم زورد له القرآن مالتيو نساتهم كماني زخلون داخل ك بجك خعجبوا تزي كوينهم زي كونشم من مكفاء خوتو تزي كوينهم كهلا ككندو قال كم تيو أي كقالون لأنه نساتهم تناي قانق ترجم سلز فلتو إزي كابسب زمت أي كونن يلوم
حتى أتم يعني أنا أتقلقت زنبرو نايبع الرسول عليه السلام قريشتم عبيت مالتهم تحابيهم ليت قرآن قرأ خلو يسمعوا سبحان الله خجلت أو خلو يعني زخلوا ده تقلقوا ده هلو جن بتأعمي قرآن عبي نجركم مخانو يقلت الكعب تبل زياتهم مسلمين مؤمنين ديم ولا أنتم تنبوا خلا خبز عبا زبلوا زنبرناتهم عجيبي زخونا كان من تاي حقيقة لأنه يفلتوا ويمترقوا نايت قنقة معنى نايت قنقة أصل زفلت وتني عربية إعجازنا هاتهم زنبرة سلازي فلتوا مالتي سلازي الساتهم كماني حدش كمتوا ولا غيروا أي كألون استسلموا من مترشتوا زي ناي رب معجزة خمخانو كلام ناي رب خمخانو تقبلوا تقبلوا هلك حزوهم زقرفوا دما والعياذ بالله بقوا مترشتهم تأشم كفار خوينهم ميتم مالتي حجي اتي لا مبدل لكلماته زبل زلو اي قبروهم كأمو زي فتون سبات يلن مالت هيكونن انتاي دقا اتي النفي ليس نفيا للوجود يلون مالت هيكون ولكن النفي هنا للإمكان الشرعي فلا أحد يستطيع شرعا أن يبدل كلمات الله الشرعية ما نمسب حق يبلون مبت يبلون كم أخبر فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله استسلام قرناتنا يقالنا يربهم قبل لنا فلو قال قائلون أبنت حدا سبب لكم وجدنا من يبدل كلام الله سبز غيرك ورخيبنا إنها بلو مثلا فإن الله أشار إلى هذا قوله تعالى في الأعراب الله سبحانه وتعالى قائل أبصر أبا نزم بزعب أعراب إذن بدون عرب زنبرو قد محجب زعب ومن تايلو قال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قيروا قالنا يا ربي دليت كم زلوهم قلنا هذا تبديل شرعي والتبديل الشرعي قد يقع من البشر فيحرفون الكلام عن مواضعه سلازي إذا تبديل شرعي خوينو قال لهم سبات قيروا يخلوا اتي حكم شرعي يحرفوا مالتي خمس بلنايو يبلا شو زينهاتو ترجمي بوا مالتي عن مواضعه ويفسرون كلام الله بما لا يريده الله ربي بزيد ليون ابنت ربي اي تقتلوا لنا مثلا ربي زنا اي تكبروا لنا قال لهم سبات مصيوم حدش فسرنا يلنا مو زنا حلاليو مقتال صقم يلن يلهم كفسروا يخلوا يعني يوم يحرفوا له مالتهم زي كون نجار يزاربوا له مالتهم لكن زي حق مالت أيكونن ومع ذلك جميع المعطلة لصفات الله عز وجل أو لبعدها ممن بدلوا كلام الله نعبنت قال لهم زعبانا يا ربي مواصفات مالتهم زعطلوا ربي خمزي كونن ربي خمزي إلهم تفسير غيرهم زفسروا سبات زياتهم نبعلاتهم زغيروا ناي أو لبعدها ممن بدلوا كلام الله يعني زحرفوا ويزغيروا مالتهم سلازي الله سبحانه وتعالى لا مبدل لكلماته مسبلة مالتي ولن تجد من دونه ملتحدا يعني لن تجد أيها النبي من دون الله عز وجل ملتحدا أي أحدا تميل إليه أو تلجأ إليه لأن الالتحاد من اللحد وهو الميل يعني لو أرادك أحد سوء ما وجدت أحدا يمنعك دون الله عز وجل إذن عندما يصيب الإنسان شيء يتضرر به أو يخاف منه يلتجئ إلى من؟ إلى الله ونذير هذه الآية قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا يعني قتلتها آيات بالمالتها ولن تجد من دونه ملتحدا إذا خاء طبعا لك اعتخذ أبكم زبلون الرسول عليه السلام لكن أمته كمان يأتوا مالتيو يعني لن تجد أيها النبي أنت نبي الله أنت محمد صلى الله عليه وسلم أي تركبني خا بجك ربسي قال اسب أي تركبني خا حق زكا ملتحدا مالت أي أحدا يعني ولا حدا سب ملتحدا خا ترجمان تايلو تميل إلى أو تلجأ إليه لأن الالتحاد من اللحد يعني الاتحاد مالتي كاب لحد زمت مالتي لحد مالتي وهو الميل من اللحد وهو الميل يعني مزنبال مالتي يعني لو أرادك أحد سوء يعني حدث كبدل كان دحر كويك جود كان دحر الدليل مالتي من كدحنا كخيل ما وجدت أحدا يمنعك دون الله عز وجل بجك ربي كالكالاي كال اسب زخل كل الكايل إذن عندما يصيب الإنسان حدث كقاطمه خلو تقام زوردو وي شجر زفرحو نجر نامني زخيد نامني زلمن نامني يا رب حجزني ردأني إلو زلمن نامنيون أبربيو إلى الله عز وجل
كم آخر لك أنا زي آية زي أتمثل كأني الله سبحانه وتعالى قلت لنا بسورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يعني سي من عخاتكم مكم حماق كحزلكم يكل صبؤون كم تسألكم إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يعني قول أكم يكل كتقمكم يكل قل إني لن يجيرني من الله أحد أنا نبع عليسي بجاك رب تزيكون عيسي من زحق زن زرد أنن ولن أجد من دونه ملتحدا بسورة الجن مالتي سلازي أنا نعيون زحق زنن زرد أنن بجاك ربي كالا يلن مالتي وحجي يعني حتى رسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين رسول صلى الله عليه وسلم يقول له كاباي كابت ربسي ما نمزرد أكاز حق زكاة يلن أبتي شجر كاديو أب كفو خاديو أب كل نجر مالتي ولذلك نعنا نفس الشيء قال نجر حماق بتحنان كله ويكون فرح خلنا وي حدا جاخ بتحنان كله زخون نجر يعني نامنينا ملزلنا نابر بخل ملسلنا لأنه بجاك ربي زرد أنان تحماق نجر زمل سلنان تبقوا نجر زنسألنان سبري زهبنان كل نجر بجاك ربي خالق سلازيله كل جزئتي التجاء مالت مملاس ويد ما ناب متقع ميل كتقبر كلها ولن تجد من دونه ملتحدا بجاك ربي خالق نجر كركب يخلوني منم خالق نجر زحجزه ولا زدقفه كم رب العالمين كم ترب العالمين زبولو مالتيو بجاك ربي خالق يلن ولذلك تتعززنايو أبزخون يخون أب حماق يخون أب صبو يخون ناب ربي يخون وجاه خمزل لنا كله يعني حسابنا نيانا لبنا كله ناب ربي خونا لو يعني صافي خالص خونا لو كاله شرك زي بلو ناب كاله نحتى له بمن متأمر لأنه شرك رب العالمين سلطلقه بجاك ناب ربين التجاء ناب كاله خنقبر يجب أنان مالتيو سبي يخون جنزبي يخون قلي يخون الدنيا يخون كله همنا ناب ربي يو حجازينا لنا مهنياتو حدث إني جنزبون كجزاء خيلي نسبون كجزاء خيلي إنه خالق نجرون كجزاء خيلي ولذلك التجاء خجبر زلوجن ناب ربي يو لأنه الله سبحانه وتعالى خمس بلو ولن تجد من دونه ملتحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قل إني لن يجيرني من الله أنا نبع عليه سبجاك ربي زحق زني يركبني ولن أجد من دونه ملتحدا بخمزي ملكع إذا آيات إذا قلتنا يلنا ساعتنا سلزا أخلنا تمت آية أب آية 20 شوعة رأينا طبعا قلتنا مالتيو أب متأي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمر والصحة كنقصل أبز متزلو سمون مالتيو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأختتم بقوله تعالى كود أيدلي كمتي الله سبحانه وتعالى زبلنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.